سلام البنات، ان شاء الله راكم ملاح. اليوم جيت نشارك معكم من احب الحلويات الى قلبي. جبت لكم حلوه كحلوشي ولا مشوك الكاكاو، حلوه اقتصاديه وبزاف بنينه وفي نفس الوقت راقيه، وكذلك تخرج لكم كميه كبيره تجي ما شاء الله. نبدلوا على الشوكولا، دائما نديروا حلويات بالشوكولا. وحبيت نذكركم البنات، هذا هو الكونت تاع الفيسبوك وكذلك تاع الانستغرام. اذا حبيتوا تعملوا طلبيه ولا تستفسروا على اي حاجه البنات، مثلا نعمل لكم اي وصفه ولا ابعتوا لي، مرحبا بكم. راح نبداو الوصفه مع بعض على بركه الله. هنا البنات عندي 250 غرام من المارغرين، عندي زوج صفار بيضات، وعندي نصف كاس من، انا استعملت البنات هذا الكاس تاع ام وليد اللي نكيل به جميع المكونات الباقيه. درت نصف كاس من الكاوكاو محمص ومرحي رقيق، نصف كاس من الكاكاو. السر باش ينجح لكم ويجي بنين هذا الجاتو لازم نستعملوا الكاكاو المر الاسود. نصف كاس من الكاكاو المر، ونصف كاس من النشا، ونصف كاس من السكر الناعم، ونضيف لهم لافاني. قلت لكم البنات هنا السر باش ينجح لكم يعني فلوق ويجي بنين، تحسوا بواحد انسجام تاع الكاكاو المر مع العسل والكاوكاو، واحد لوغو يعطيه لنا بزاف بنين. بعد ما تحصلنا على كريمه كي خلطنا هذوك المكونات كاملين، راح نضيفوا الفارينه بالتدريج. طبعا نغربلوها البنات، ومن بعد نضيفوا باكي تاع خميره كما راكم تشوفون، نضيفوه مع الفارينه. طبعا دائما الخميره نضيفوها مع الفارينه باش ما نحسوش بهذيك القرصه تاع الخميره في الكاطو. دونك هكذا نبداو نطمو فيها، نطموها فقط ما نعجنوهاش البنات. دائما المبتدئات هكا راني ناكد عليهم، غير باطراف اصابعنا راح نطموها فقط، راح نتحصلوا على عجينه تكون طريه. البنات حبيت ناكد لكم انه عندنا التوصيل اللي حبت تعمل طلبيه. فوالا البنات هذه هي العجينه اللي راح تحصلوا عليها تكون طريه. قلت لكم البنات عندنا التوصيل في الجزائر العاصمه والولايات المجاوره. اذا حبيتوا تعملوا طلبيه مرحبا بكم، ونتهلا فيكم في السعر وفي كل حاجه باذن الله. الوغ هنا البنات وزنتهم 22 غرام في كل حبه، الحجم اللي شفتوه مع الاول كي حطيت لكم لا فيديو. كملوا الاخر باش تزيدوا تشوفوا الحجم كي بعد ما يطيب ونعسلوه. تحبوا ديروها اكثر ولا اقل كما حبيتوا، لكن انا عجبني في بهذا الوزن. راح يجي شباب يعني الحبه متوسطه وتقدروا تكملوها. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا هكا راح نجوزو في بياض البيض. من بعد راح نجوزو في الكاوكاو البنات نكون حمصتو على بياض ابلون، ما نخلوش البنات يحمر، لازم يكون على بياض. نحمصوه على نار جد هادئه غير شويه على بياض، ونرحيوه خشين. كي نرحيوه البنات واش نروحو نديرو، راح نحكمو نغربلوه باش يطيح لنا كامل هذاك الغبره، الكاوكاو غبره يقعد لنا غير هذا الخشين باش تجينا الحبه تاع الكاطو شابه كيما نخدمو المشوك. ومن بعد البنات هنا عندي حبه تاع حبه لوز بالقشور، نجوزها في بياض البيض، ومن بعدك نغرسها مليح في الحبه كاطو ديالي ونديرها في ليكيسات في سنيوه وندخلهم يطيبوا. البنات حبيت نقول لكم انه كي يطيبوا كيما المشوك لازم يطيبوا في ليكيسات، لانه مباشره كي يخرجوا راح نعسلوهم. هنا نزيد نعاود معاكم حبه ثانيه، قلت لكم انه راح نجوزهم في بياض البيض، ومن بعد هذاك الكاوكاو يكون خشن، ومن بعدك نديروا حبه تاع اللوز، نديروها بياض البيض ونديروها فوق الحبه، ونديروا الحبه تاعنا في ليكيسات وندخلوهم يطيبوا. البنات هنا يخرجوا لكم حوالي 34 حبه بالوزن هذا، 22 35 36 هكذا، يعني تخرج لكم كميه مليحه لو وزنتوه كيما انايا. بالك اكثر يعني على حساب الحجم تاع البيض طبعا. ومن بعد البنات دخلتهم يطيبوا لنا غير من التحت، ما ياخذوش وقت بزاف. كيما راكم تشوفوا غير من التحت نطيبوهم، ومن بعد نشعلوا لهم حوالي 3 دقائق فقط من الفوق. هذا مكان ونطفيو لهم. انا هنا شويه حماروا لي يعني من الفوق، انتم ما تخلوش يحمر، انا ما يعجبنيش كي يحمر لي هذاك الكاوكاو من الفوق تاع كحلوشي هذا الكاطو. نحب نخليه ابلون يعني يحمر لي، مش يحمر لي يكمل لي يطيب من الفوق فقط. قلت لكم حوالي 3 دقائق 4 دقائق فقط ونطفيو عليه من التحت. طبعا انتم طيبوه
رفدوا الحبه ديالكم تلقاوها حمارت يعني شويه من التحت، اشروا لها شويه، قلت لكم واحد 3 دقائق ولا 4 من الفوق، وطفيو عليه. نخرجوه مباشره هو في الكيسات. راح كل حبه حلوه نضيف لها ملعقه كبيره من العسل. انا هذا عسل منزلي ما ضفت له حتى حاجه كيما راكم تشوفوا. ومن بعد البنات نخلوه مليح يشرب، نخلوه يشرب مليح الحبه، يعني يشرب لنا مليح هذاك العسيله في الكيسات. من بعد نحوها، جبت له هنايا طبعا لازم تخلوه يشرب مليح من الكيسات البنات، هذاك العسيله اللي عسلنا بها باش نحوه من الكيسات ماشي فورا. هنا جبت عندي الجلوكوز مع العسل، 2 مغارف عسل، 2 عسيله، 2 مغارف جلوكوز. سخنتهم ومن بعد خليتهم شويه بردوا البنات، ما ديروهمش مباشره باش يقعدوا يعني شويه تقال يشدوا لنا فوق الحبه تاع اللوز. ندهنوا هذاك الحبه تاع اللوز من الفوق، قلت لكم شويه يعني يبرد لنا، ماشي يبرد يعني يبقى دافي، ماشي يكون هكاك سخون لانه يكون خفيف بالبزاف. ندهنوا شويه من الفوق ومن بعدك نضيف الورق الذهبي. هذا وليدي تعرفوا كان حاب يسرق لي الحلوى، سمحوا لي. كنت ندير الورق الذهبي كيما راكم تشوفوا، ندير غير شويه فوق هذيك اللوزه برك، هذا ما كان. ومن بعد نديرهم في الكيسات. فوالا نشوفوه مع بعض في صحن التقديم. جا ما شاء الله البنات يجي بزاف 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 بنين. انا نحبه من اروع الحلويات يعني اللي نديرهم، نحبه بالبزاف. قلت لكم اقتصادي ورقي، يخرج لكم حوالي 36 حبه هكذاك، ممكن اقل ممكن اكثر على حسب قلت لكم حجم تاع البيضه. اما السعر البنات نحسبوه 6500 الحبه، يعني متوسطه ما شاء الله. وكذلك يعني نكونوا حسبنا لابواط بلي كيسات بكلش 6500، يعني كلش بلا بواط اللي نمدوا فيها بكل حاجه 6500، من 6000 6500. يعني دوكا راهو شويه غالي الكاوكاو، سي بوغ سا نحسبوه 6500. ومع